السلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم حبيت ندير معكم فيديو في القناة، نديرو عصير بنين بزاف وهايل واكيد سهل وسريع. كان عندي نعناع، قلت انا علاش ما نروح ندير معاهم فيديو في القناة ونديرو عصير هايل ورائع ومنعش في نفس الوقت. هنا البنات المقادير تاعو بزاف سهله، نحتاجو فقط زوج حبات غرس وش بعض من النعناع. هنايا راني ديت غصنين من النعناع وشنو معمرين بزاف كما راكم تشوفوا. النعناع الله يبارك خضر رائع. اذا هنا البنات هذاك القرص نقطعه مكعبات صغيره بلا ما نحولو القشره تاعو، نخلوها هكاك ونقطعوه كما قلت لكم البنات. صدقوني والله العظيم رايح يعجبكم هذا العصير، وراح تشوفوا البنة تاعو التي لا تقاوم، خصوصا اذا كان بارد. على هذيك نوصيكم ديروه في فصل الصيف، صدقوني راح يعجبكم بزاف بزاف. اذا البنات انا هنايا نكمل نقطع القرص ونرجع لكم. البنات هنايا راني كملت قطعت الحبه الاولى تاع القرص ورجعت لكم. نعطيكم ملاحظه تعيشوا. هنايا القرص ما تنسوش تنحولوا العظم تاعو، لانه العظم تاعو يعطي مراره للعصير تاعنا. وهنا البنات راني نكمل نقطع فيه مكعبات صغيره كما راكم تشوفوا في الفيديو. وكما نعرفوا النعناع والقرص كي نديروهم عصير يجوا بزاف بنان، وهذا العصير كذلك راح يكون بنان لا تقاوم. هنا البنات بعد ما كملت قطعت الليمون، نجو للنعناع تاعنا نحو الاوراق فقط، نحو الاوراق تاعو. وهنايا انا نكمل نحي الاوراق ونرجع لكم. وهنا البنات بعد ما كملت نحيت النعناع والاوراق راني رجعت لكم باش نوجدوا العصير تاعنا السهل واللذيذ. البنات هنايا بعد ما كملنا قطعنا هذو المكونات نديروهم لداخل اللي نرحو فيه اكيد. وهنايا كنت وجدت 4 كأس من السكر، وكذلك نحتاج الماء البارد. هنا البنات نضع المكونات لداخل الروبوت تاعنا باش نرحوهم. هنايا راني ندير فيهم كما راكم تشوفوا في الفيديو. هنايا دوك نضيف النصف تاع السكر تاعنا. اذا ملاحظه البنات نسيت باش نقولها لكم، السكر اكيد حسب الرغبه. انا هنايا استعملت نصف السكر لانه انا وحده ما نحبش العصير يكون حلو بزاف، واكيد كما قلت لكم السكر حسب الرغبه. كاين اللي تحبه يكون حلو بزاف تقدر دير كاس الا ربع او كاس. هنا البنات انا نضيف كاس ماء فقط ونروح نرحي. الاول نرحي بالكاس فقط. وهنايا كما راكم تشوفوا البنات راني رحيته، وهذا الروبو يرحي روعه. ننصح كل وحده تشري واحد هكايا راح يعاونها بزاف. شنو يدير الحس بزاف كي يكون يرحي باش تكونوا عارفين. هنا البنات دوك نكمل الكاس الكؤوس تاع الماء. هنا راني درت كاس، دوك نكمل باقي الكؤوس حوالي 5 كيسان. هنا راني نضيف الكؤوس تاع الماء كما راكم تشوفوا في الفيديو. كما قلت لكم حوالي 5 كيسان. صدقوني انا عبالي بلي راح يعجبكم بزاف بزاف هذا العصير، وما راح يردكم في الندامه، وراح تعودوا ديروه تقريبا يوميا وتشوفوا البنه تاعو. البنات هنا بعد ما كملت ضفت كميه تاع الماء المتبقيه نروح نرحيه. نروبو هرب لي شويه. وهنايا بعد ما كملت رحيت العصير تاعنا. شوفوا هذه هي، قلت لكم هذا الروبو يرحي روعه روعه. صدقوني اللي عندها تعطينا تجربتها مع الروبو. هنا البنات راني نصفي في العصير كما راكم تشوفوا، ونكمل نصفيه ونرجع لكم بعد ما نصفيه نوري لكم كيفاش يخرج. واكيد راكم تشوفوا في اللون تاعو الرائع الجميل. صدقوني حتى اللون تاعو رائع جدا. هنا البنات راني بعد ما كملت صفيته ودرته في القارورة
شوفوا اللون تاعو الرائع المنعش، يعني اللون تاعو وحده كي تشوفيه تحسي بالانتعاش. هنايا نفرغ لكم شوية في الكاس باش تشوفوا اللون تاعو كيفاش يبان. وصدقوني عصير لذيذ ومنعش، والله صراحة من أروع العصائر اللي حضرتها واللي ذقتها. جربوه وما راح تندمون. نتمنى منكم تجربوا العصير وتمدوا لي رايكم فيه، ونلتقي في فيديو قادم بإذن الله. تهلاو في روحتكم، في أمان الله.